كلنا نحب نكون ناجحين كلنا. طب انت تعرف ان النجاح ده له صفات معينة في البني ادم اللي يكون ناجح؟ طيب انت تعرف ان الجسم نفسه، الجسد بتاع البني ادم له مميزات معينة لابد تكون الانسان الناجح فاهمها وبيعمل بيها. اولهم ان انت اوعى تكون واحد جاي يسلم عليك وتسلم عليه وانت قاعد. خلاص انا حد داخل عليا يسلم عليا بقوم اقف معدول عينيا في عينه وبسلم. مش بت مش بتك على ايده، ولكن مصافحه قويه. ما بقاش ايدي ناعمه في ايده كده، لا، مصافحه قويه وعيني في عينه. لابد دي من اهم علامات تميز الانسان. حتى لو اول مره هيتعامل معاك هياخد عنك فكره ان انت انسان جد، راجل، معاملاتك قويه، حازم. فلابد تكون انت لغه جسمك ده تكون ناجحه زي ما انت كنت تفكيرك يكون ناجح. طب انا واقف في مكان منتظر حاجه، حد جاي يقابلني، اكون واقف بثقه، ما يبقاش حد مهزوز واقف على الرجل وموقف رجل، اقعد في الشارع في لابد يكون الانسان الناجح حتى تحركاته، وقفته، قعدته لها شكل معين، عشان الانسان اللي هيتعامل معاك هياخد عنك الطابع ده. تالت حاجة ايديك دي لو انت بتتكلم تكون بتتحرك. يعني اخد عنك فكرة، انا لو من بعيد وشايفك بتتكلم لغة ايديك هفهم انت تكون قصدك ايه. مش ان انا اشاور لك، لا، هو لغة ايديك. لابد من الانسان ما يكونش بيتكلم وهو عامل كده، يعني انت مش بتصلي. انت لابد تكون تحركات ايديك بتنم عن شخصية ناجحة. تعبيرات وشك، ايديك، وقفتك قلنا، وايديك، قعدتك، سلامك. طب تعبيرات وشك لابد تكون تعبيراتك زي ما كان اللب كده بيقول لك ايه، درب وشك. يعني امتى اكون اضحك، امتى تعابير وشي تكون بتدل على الحاله اللي انا فيها، غضبان، زعلان، مبسوط، مبتسم. الابتسامه دي اوعى تخليها تفارق وشك. فاضعف حالاتك وفي اضيق حالاتك اوعى الابتسامه دي تفارق وشك. طيب القعده، وانا قاعد في مكان عام، بيتك ده بتاعتك، لكن في مكان عام لابد تكون قعدتي لها شكل معين. ما يبقاش انا قاعد مهزوز، قاعد منكمش، قاعد مفرش. يعني لا لا لا، هو لا كده ولا كده. لابد يكون قعدتي قعده محترمه تنم عن انسان واثق في روحه، ناجح. النجاح يا جماعه مش نجاح ان انا اجيب الجنيه. كل حاجه في حياتك لابد تكون تعملها عشان تبقى ناجح. زي ما قلنا الجسد من عوامل نجاحك. يعني ايه الجسد من عوامل نجاحي؟ يعني حتى لما اجي اتحرك بثبات، ما بقاش حد يعني مهرول كده في مشيتي، حد منكسر، حد. مش معنى كده ان انا ابقى مريض في مشيتي، لا 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 لا. لابد تكون كل امورك وسطيه. يعني انت بتتحرك، ظهرك معدول، مشيتك معدوله، خطوتك واثقه منها. ده حاجه مهمه. قلنا قبل كده الضحك والابتسامه. الابتسامه دي لها حدود معينه، ما تفارقش في وقت معين. يعني مش عمال على بطال عمال اضحك، الضحك عمال على بطال يقل القيمه. لكن انا لابد اكون انسان عارف امتى ببتسم، امتى ببقى ماشي هادي، امتى بتكلم، امتى سكاتي يبقى احلى من الكلام. كل دي حاجات لابد اتعلمها. في قعدتي، في وقفتي، انا داخل في مكان هقعد في حد قاعد فيه، لابد اكون ادي مساحه لروحي وللحد اللي قاعد. ما بقاش اسيب المكان كله واجي اقعد الزق فيه. ما احناش فاهم. انت لابد تكون حتى في قعدتك سايب مكان بينك وبين اللي قاعد جنبك، مكان مناسب له يتحرك فيه او يتعادل فيه، وانت برضه تتعادل او تتحرك فيه. يبقى يا جماعه النهارده بنتكلم على عوامل في الجسد لابد نحافظ عليها. وقفتك، قعدتك، طريقه كلامك، طريقه تعبيرك بايديك، طريقه سلامك، كل دي لابد نحطها في الاعتبار، لان هي دي عامل من عوامل نجاحك وثقه العالم فيك.